بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اخوتي نعاود لكم واحد القصه بعنوان كما تدين تدان. نبداو على بركه الله. سميتي عمر، تزاديت في واحد العائله ميسوره. بابا كان تاجر اعمال كبير وعنده قيمته ما بين الناس. من نهار تزاديت اللي بغيتها كنلقاها حدايا. نهار درت 6 سنوات دخلوني والديا المدرسة، وبابا دخلني في مدرسة عمومية حيت كان بغاني ندمج مع ولاد الشعب، حيت خويا اللي كبير قرا في مدرسة خصوصية، وملي كبرت ما كانش يقدر يدير علاقات مع اي ناس، يعني ماشي اجتماعي، الشيء اللي ما بغاش بابا يتكرر معايا. ملي دخلت المدرسة ما نكذبش عليكم والله يغفر لي حيت غنتحاسب على راسي بزاف. المهم التلاميذ اللي كانوا معايا الطبقات الاجتماعيه ديالهم كتختلف ما بين اللي لاباس عليهم بحالي واللي متوسط، الا واحد معانا وكان سميتو منير، كان مقطع لاخر درجه، عمرو ما لبس لباس في بلاصتو، كان ديما كيلبس سروال مقطع من القدام سواء الشتا ولا الصيف، ربيع ولا خريف، وشي صباط بلاستيك، وكنت كنضحك عليه بطريقه باسله وديما كنطيح له شي هضره اللي كتنقص من قيمته، اما هو كيشوف فيا ويبدا يبكي ويمشي في حاله، ونبداو نضحكوا عليه انا وصحابي. كان ديما جالس الاول وقراي بزاف، كنا كنلقبوه بالخواف حيت الحاجه اللي قالها الاستاذ كينفذها. المهم انا عمرني عقلت سميتو بسميتو، ديما كنت كنسميه الخواف والخواف والخواف. واحد المره سولتو بالبساله علاش انت خواف، شاف فيا ومشى وما جاوبنيش. المهم الابتدائي كامل وانا كنشوفو، مره كنجيو في نفس القسم مره لا، ولكن طريقتي في التعامل معاه ما تبدلات، وبمجرد ما سالينا الابتدائي ما بقيتش شفتو. سمعت بلي تسجل في اعدادي ماشي اللي تسجلنا فيها حنايا، داز على هادشي 30 سنه، يعني على الصف الاول الابتدائي، وانا في عمري اليوم 36. بابا عندي 15 سنه باش توفى الله يرحمه، كانت عندي 21 سنه، ونهار مشى سبحان الله رزقو مشى معاه، بقينا غارقين في الكريدي انا وخويا وماما، حتى وسائل النقل المختلفه اللي كانت عندنا ما بقاتش. اما بخصوص قرايتي انا عمرني قريت بحال الناس، حيت ديما كنت كنقول بابا بابا، وصلت الباك ما درت حتى مجهود واكيد ما نجحت، وقررت ننسحب ونوقف الدراسه وانا في عمري 18 سنه. ايوا اش نديرو، جمعت شويه الفلوس وبديت كنبيع في الحوت كل نهار، كيفاش مره هكا مره هكا. المهم قررت نجمع راسي ونتزوج واخا الله غالب. المهم ندي شي بنت الناس تكون درويشه وتجمعني وتساند الوالده في محايد بالزمان. ايوا تزوجت بواحد جارتنا في 25 سنه، وجبت معاها 2 وليدات، ولدي الكبير سميتو انوار. ملي دخلت الابتدائي طبقات المقوله كما تدين تدان، حيت صحابو كانوا كيضحكوا عليه حيت ما كانش كيشري حلوه بزاف ادوات بزاف. المهم هادو شي دراري 2 خوت و2 ولاد عمهم من عائله برجوازيه، واخا كانوا صغار كانوا بحال الجنون. ملي كان ولدي كيجي كيبكي كنت كنتفكر منير، كنت كنشوفو بين عينيا وكنت كنلوم راسي حيت انا السبب في هادشي اللي كيطرى لولدي. عاد فهمت احساس منير وعلاش كان كيبكي، حيت انه تحس بالنقص وبالعجز، حاجه صعيبه بزاف. تمنيت الزمان يرجع اللور ونطلب منه السماحه ونرد ليه الاعتبار. واحد المره جا ولدي انوار كيبكي كالعاده، هادشي خلاني نفكر نمشي نهضر مع الاستاذ. مشيت في يوم الغد، الا انه تعطلت لقيتهم خارجين والاستاذ مشى، ورالي ولدي هادوك الولاد. مشيت عندهم هضرت معاهم بطريقه مؤدبه، ولكن في نفس الوقت
كتحمل انذار انه ما يبقاوش يعاودوا يقولوا لي شي حاجه. غدا في الصباح كالعاده فقت في الصباح بكري نمشي نجيب الحوت اللي نبيه. خرجت وهما يتلقاو لي واحد الجوج من عائلة هادوك الولاد، اتهموني بلي خلعت ولادهم وشبعوني ضرب، لدرجة داروا لي عاهة هي انه ما نقدرش عاد نتحرك على رجلي، يعني ما نقدرش نخدم وخاصني نرتاح لمدة سنة. رفعت عليهم دعوة ولكن كنت في كل مرة كنفكر نتراجع، حيت انا كنتعامل مع الناس لاباس عليهم، اكيد عندهم معارف صحيحة. اما انا مول الحوت شنو نجيب من هاد المحاكم؟ كنت باغي نتراجع ولكن مراتي قالت لي يقولوا عليك جبان، خليك متمسك في الدعوة واللي كتبت تكون. ايوا وصلت تاريخ الجلسة، مشيت انا وعائلتي، دخلت وتقابلت معاهم وانا كنحس بنقص كبير حيت كنت ضعيف بزاف، حيت من غير الله ما عندي حد والفلوس اللي كيهضروا في هذا الزمان. بعد ما طرح علينا القاضي مجموعة من الأسئلة وبعد ما سمع للشهود وغير ذلك من الإجراءات صدر الحكم ديالو اللي هو حبس المعتدين 3 أشهر، وأنهم يعوضوني بواحد المبلغ. الحمد لله قررت نشري بيه دراجة نارية تعاوني في خدمتي بدل ما نتمشى على رجلي، وأكيد هادشي ملي نتشافى. فرحت بزاف بالإنصاف من طرف المحكمة حيت الإحساس بالنقص مشى، عرفت بلي الحق هو الحق وبلي واخا ما عنديش فلوس أنا بنادم بحالي بحال الناس. فهمت بلي الفلوس عمرهم ما كانوا معيار الإنسانية والخير، ولكن للأسف تأخرت، جرحت قلوب بزاف ديال الناس خاصة منير اللي بكيتو بزاف. خرجنا من المحكمة وعائلتي دايرين بيا، شفت عائلة هادوك الناس كيتدابزوا مع المحامي ومرضاوش حيت الحكم ضدهم. انا بقيت كنتسنى برا، قلت نسول القاضي على جميع ما كيخص حقي في التعويض. ملي خرج مشيت عنده طرحت عليه بزاف الاسئله اللي كتعلق بالتعويض وجاوبني وخديت منه معلومات. وانا ملي كنت غادي نمشي عيط لي قال لي السي عمر، درت عنده وجي قال لي بقى جواب واحد مازال ما قلته، هو انني خواف حيت كنخاف من الله، وهادشي اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك. ايوا سيدي هذه هي نهاية القصة، كما تدين تدان.